قوم موسى عليه السلام عرفوا الحق وشافوا المعجزات قدام عينيهم، ونجاهم الله من فرعون اللي كان كيقول للناس أنا ربكم الأعلى، وغرقوا الله في البحر هو والجنود ديالو، وفتح لموسى وبني إسرائيل طريق وسط نهر النيل. قوم موسى قبل ما يخرجوا من مصر استعروا الحيلي والذهب من عند القبط اللي هما قوم فرعون. ومن بعد ما نجاهم الله من فرعون، موسى عليه السلام مشى يكلم الله ويتلقى من عنده الوحي، وأعطى القوم ديالو موعد بعد 30 ليلة. كان ممكن موسى يرجع في الموعد، ولكن الله تعالى بغى يمتحن بني إسرائيل وزادوا 10 ليالي في الموعد. وهنا جاء واحد من شياطين الإنس اسمه السامري، قال لهم موسى أخر عليكم بسبب الإثم اللي درتو وهو الحلي اللي خديتو. فهما تاقوه وبداو كيرميو هذاك الحلي اللي خداو. جا هو من بعد لاح فوقو واحد التراب، هذاك التراب خداه من الآثار ديال الفرس ديال جبريل فين كان واضع الحافر ديالو. ف هذيك الساعات خرج لهم حاجة خارقة بالفعل، عجل كيدير نفس الصوت ديال البقر، وقال لهم هذا هو الإله ديالكم. فكيمكن ليكم تصوروا حجم الامتحان اللي وقعوا فيه بنو إسرائيل. موسى عليه السلام تأخر على الموعد، والسامري خرج لهم عجل له خوار وكيقول بأنه هو الإله ديالكم. كانت لحظات حاسمة في الحياة ديال بني إسرائيل، واش يعبدوا العجل أو ينتظروا موسى ويكفروا بالعجل ويكذبوا السامري. هذه هي الأوقات اللي كيبان شكون اللي عنده اليقين وشكون اللي طلب العلم، شكون اللي بذل قصارى جهده في نصرة الدين. وهنا كيبان أيضا اللي قلبه مريض ضعيف فيه الشك والجهل وسيطرت عليه الأهواء وعماته المعاصي. للأسف الشديد عدد اللي فشلوا في هذا الامتحان وعبدوا العجل كبير، لدرجة أنهم استضعفوا هارون أخو موسى وكانوا غادي يقتلوه. ومن رجع موسى عليه السلام ما قبلش الله التوبة ديال بني إسرائيل حتى تقتل منهم 70,000 يقتل بعضهم بعضا بالخناجر. فشوفوا حجم الجرم والعقوبة ديال الجرم والأهمية ديال التوبة من الذنوب، وخاصة الشرك بالله. هادو بنو إسرائيل عرفوا أنهم ظلموا نفوسهم واعترفوا بذنبهم وتقاتلوا حتى مات منهم 70,000 واحد رجاء رحمة الله وطاعة لأمر الله ورجاء مغفرة الله، فتاب الله عليهم. ما نقدروش نحصيو العبر الكثيرة اللي في هذه القصة اللي قصها علينا القرآن، ولكن يا رب نوصلوا رسالة للناس اللي كتشوف الشرك والأضرحة وما كدير حتى حاجة، الناس اللي كتآمن بالدستور والحكم الوضعي، الناس اللي كينكروا السنة، الناس اللي باغين يدويو على الدنيا وما باغيناش نتكلموا على الدين، الناس اللي كتآمن بالأبراج وكتخسر فلوسها في الحروزة والحجابات، وخاصة الناس اللي عرفت الحق وجابوا لهم أهل الكتاب الشبه والفتن والشهوات. كنقول لكم بأن موسى عليه السلام ما قصرش في الدعوة ديالو، الله تعالى ما غلطش من امتحان بني إسرائيل وأخر موعد رجوع ديال موسى عليه السلام. فاللي كيشرك بالله ما عنده حتى شي عذر، واللي ترك جماعة المسلمين فكيظلم نفسه وكيتعدى على راسه لواحد الدرجة لا يتصورها الإنسان. وخير الخطائين التوابون، والسلام عليكم.